السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما دايما نسمع عنكم كل الخير. طبعا يعني غياب شهرين يا ايمان مرة واحدة على الفيديوهات، اقصى مدة انا غبتها الفترة دي. بس والله يا بنات يعني الواحد ما حدش ليه غواية خالص ان هو يصور، مش عارفة ليه. حاجة بتبعدنا عن القناة، بس ريتش القناة طبعا راح في الارض. قلت ان انا انزل معاكم الفيديو ده النهاردة ان شاء الله باذن الله، عشان بصراحة انتوا وحشتوني، وفي نفس الوقت والله مش بكذب عليكم، عشان خاطر ان القناة تفضل حتى الارباح نازلة عليها، او مش الارباح، الاعلانات بمعنى صح، لان كده كده مفيش ربح اساسا، لان مفيش شغل عليها. طمنوا عليكم دلوقتي في الكومنتات كلكم، يا ترى مين اللي هتشوفنا النهارده، ومين اللي مستني الفيديو بتاع ايمان النهارده. هنعمل معاكم بصوا يعني، هقول لكم ايه الغدا بتاعي. بس قلت ان انا كده كده اللي داخل نعمل غدا النهارده، طب ما نصور مع بنات ونطمن عليهم، وهم كمان يطمنوا عليا. والله العظيم وحشتوني، قسما بالله انا بحلف بيمين الله وحشتوني. كل اللي بيخش عليا على المنتدى ويحط لي او بيبعت لي رسائل ويقول لي فينك يا ايمان طمنا عليكم، والله يا بنات الحمد لله انا بخير الحمد لله وفي رضا. بس هي كل الحكايه اني ما عدتش عايزه نصور خالص على القناه. فيلا شجعوني النهارده باللايك بتاعكم، ولو انت اول مره تخش النهارده القناه بتاعتي حط اللايك والاشتراك وضغط على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل شعر فيديو انا بنزله. طبعا حبيباتي بقى اللي مستمرين معايا في القناه، واللي بيطمنوا دايما عليا، اذا كان بالتليفون، اذا كان بالواتس، اذا كان بالماسنجر، اذا كان بالرسائل، كلكم والله العظيم فاكراكم بالواحده، ما ناسي منكم واحده يا بنات، ودايما على بالي. بس دعواتكم ليا لو فيها الخير القناه اننا نقدر ان انا نصور تاني، لو فيها شر ان ربنا بيبعدنا عنها بصراحة. بس انا حاسة ان في حاجة بتبعدنا عنها، لعل ده خير، وانا راضية بكل شيء ربنا يعطولي، واللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. طبعا يعني انا بقالي يا بنات دلوقتي دخلت في فترة 4 شهور اللي انا اساسا مش بنصور، ده بسبب اللي انا كنت حامل. تمام، والحمد لله وإراد ربنا ان الحمل بتاعي مكملش، يعني جيت في بداية الرابع كده اكتشفت ان الجنين كان فيه تشوهات، فالدكتور طلب اللي هو ينزل، عشان خاطر طبعا كده كده الطفل هينزل مشوه. فانتوا عارفين بقى يا بنات يعني ان فترة الحمل بتبقى صعبة ازاي، بس الحمد لله يعني الحمد لله طبعا افتكر ربنا خير، وافتكر ربنا رحمة، ودايما ربنا مش بيدينا اي حاجة وحشة، ودايما ربنا لما بيدي الابتلاء بيبقى مدي معاه الصبر، بيدي معاه سبحان الله ان هو بيرفعك يعني في حاجات، وبيفهمك حاجات، وبيعرفك حاجات، وسبحان الله يا بنات. اهم حاجة يعني بتحسيها كمان ان لطف ربنا لما بينزل الابتلاء بيبقى منزل معاه لطفه. فده كله والله العظيم حسيت بيه ومريت بيه، والحمد لله الحمد لله. النهارده قلت بقى ان انا منتج الفيديو ده وننزله معاكم، وكمان نطمن عليكم، وانتوا كمان تطمنوا عليا، وادعوا لي لو فيها خير زي ما قلت لكم من القناه اللي انا نكمل تصوير ونصور زي الاول تاني، يبقى ان شاء الله باذن الله فيها الخير. فيها اي حاجه وحشه ليا او لبيتي او لاولادي يا بناتي، يبقى انا هتلاقوني بنبعد واحده واحده كده، وده مشيئه ربنا، وانا سبحان الله يعني الحمد لله مؤمنه وبصوا موكله ربنا في كل حياتي. اي حاجه بنخش لها او بنعملها بنقول يا رب الصالح ليا امشي، الخير ليا حصلنا عليه، والشر ليا برضو ابعدنا عنه. والحمد لله طالما انت يعني اقولك موكله ربنا وميسره في كل حالك، خلاص بقى يبقى قدر ربنا فوق كل شيء. المهم يا حبيباتي دلوقتي بقى كلكم تنزلوا دلوقتي تكتبوا لي في الكومنتات انتوا عاملين ايه ووصلتوا لفين، وبجد يعني تتمنوا ان انا نكمل معاكم يا بنات مسيرتي في القناه، ولا خلاص على كده. طبعا انا لو ما كملتش معاكم مسيرتي هنزل، بس يعني ادعوا لي حتى ننزل فيديو في الاسبوع، عشان بس زي ما قلت لكم ان الاعلانات تفضل شغاله على القناه، لان انتوا عارفين طبعا ده نظام، ده شغل يا بنات، بيبقى معدل ساعات، معدل مشاهدات، بغض النظر بقى عن اي حاجه تاني. وكمان حاجه نفسي نفضل متواصله معاكم عشان خاطر انتوا هقول لكم ايه، يعني مش عايزه نبعد عنكم، مش عايزه ننساكم، مش عايزه مثلا طبعا الحياه والظروف والبيت وكل الحاجات اللي بتلم يعني بتمر بينا كلنا دي واحد. بس في نفس الوقت انا اتعلقت بيكم، يعني ساعات بنبقى قاعده كده نقول نطلع بس مباشر نتكلم معاهم، بس هما مش عارفين وقت البث المباشر بيطلع امتى او بيظهر امتى، وانتوا عارفين طبعا بكمني بقالي فتره اللي انا بعد عن القناه، فده كلته برضو مش مخليكم اللي انتوا عارفين هتنزل النهارده هتنزل بكره، ممكن ننزل برضو على المنتدى، وانا هعرفكم ان انا هنطلع بس مباشر. بس برضو في كتير عشان انا بعدت فتره، اكيد مش هتعرفوا برضو ان البث ده هيطلع الساعه كام، او ممكن وقتكم مش مسامح ان انا اطلع في الوقت ده. فوالله انا ما انا عارفه اي حاجه غير بس مستنيه منكم زي ما قلت لكم دعوتكم ليا كده الصالح والخير، ان هو بس ربنا كده ييسرهولي ونمشي بيه. بصوا بقى، طبعا انا عملت صينيه بطاطس باللحم، كان عندي قطعتين لحم كده موجودين طلعتهم قطعتهم
وبعد كده شوحتهم بمعلقتين زيت يا بنات، على حسب بقى ما تحطوا. بصوا يا بنات، هو يوم بيروح ويوم بيجي، ربنا الاول حاجه يدينا الصحه ويدينا طولة العمر. في بنات كتير بجد يعني عارفاهم ومصاحباهم واصدقائي بيقولوا يا مان احنا يعني بنرتب اولوياتنا بالورقه والقلم. انا بصراحه مش من الناس دي يا بنات، بس الحمد لله الحمد لله بنخش مطبخي بنبقى عارفه مثلا من بالليل نفكر النهارده ان شاء الله باذن الله ميزانيتي هتسمح إن إحنا نعمل لهم غدا إيه النهارده، مساحتها هتسمح مثلًا الأسبوع ده نكمّله إزاي، باقي الشهر نكمّله إزاي، بدون ورقة وبدون قلم. فبقى الناس اللي بتحب تخطط لكل حياتها ديّة بصراحة والله العظيم يا بنات بيبقى شيء جميل جدًا، وخصوصًا لمّا هي بتبقى عارفة تسيّر يومها إزاي أو تملك وقتها إزاي، لإن بجد اللي بيملك الوقت جد وبيخلّيكِ تبقى طول اليوم مفرفشة كده وحاسة إن انت كل حاجة خلصانة وحاسة إن انت موفرة وقت معاكي. الصحيان بدري، الصحيان بدري ده يا بنات كنز، كنز في كل شيء، كنز في صحتك، كنز في وقتك، كنز في عمرك، كنز في حياتك مع ولادك. ما بتبقيش مثلا صاحية متوترة وصاحية بقى متزرجنة ان انت لسه مخلصتيش اللي وراكي ولسه الشغل كتير ولسه. لا، اول ما تصحي بدري بس كده، لو صحيتي الساعة 7 الصبح او حاولي تعودي نفسك ان انت تصحي بدري، عشان خاطر كده لازم تنامي بدري. ما هو اللي بيصحى بدري ده لازم ينام بدري، ما هو انت ما تناميليش مثلا اذان الفجر او تنامي الساعه 4 والساعه 3 وعايزه تصحي بدري. هتصحي بدري ازاي؟ حتى لو صحيتي بدري هتبقي انت اصلا جسمك ما انتش قادره ان انت تتحركيه، عايزه تني قاعده بصي مقريفه، مزاجك مش مظبوط معاكي. فده كله ده بسبب ايه؟ بسبب اللي احنا بنتنوا نايمين او بنناموا متاخر ونصحى برضو متاخر. فانا بقول لكم على اللي انا دلوقتي حاليا فيه. انا بصراحه بنرجع نفسي تاني اللي انا نصحى بدري، بسبب ان الولاد طبعا دلوقتي ما فيش حضانه، ما بروحوش حضانه خالص. فده بالذات بقى اللي مخليني نفضل نايمه بناخد راحتي في النوم. انما بقى انتوا عارفين ان احنا داخلين على مدارس، داخلين بقى اللي احنا لازم نصحوا بدري. فهو بدري عشان خاطر اللي ورانا. بس ان شاء الله باذن الله يعني هي مرحلة وهتعدي، وإن شاء الله بإذن الله إحنا هنضبطوا يومنا كده مع بعض. ادعوا لي يا بنات والله العظيم لن نفضل معاكم، وادعوا لي إن أنا أصور معاكم حتى على الأقل زي ما قلت لكم فيديو في الأسبوع أو فيديوهين إن شاء الله بإذن الله. والصالح إن شاء الله هيحصل، وهي إن شاء الله ربنا هيمشيه، وإن شاء الله بإذن الله كله خير من عند ربنا. الحمد لله أنا نزلت لكم الفيديو النهارده حتى على الأقل حطيت عليه صوتي، فاهمين؟ عشان بس نطمن عليكم وانتم كمان تطمنوا عليا. ويا رب كلكم النهارده نشوفكم كده في الفيديو ده ونشوف تعليقاتكم الجميلة، ونشكر كل الامارات اللي دخلت اطمنت عليا. والله يا بنات انا بنبقى فرحانة جدا. انتوا عارفين لما حد بيخش يسأل عليا بتفكروني بالقناة تاني، بتخلوني نرجع اللي انا نمنتج تاني، بتخلوني نرجع نقول هنرجع لأحبائي تاني كنت بنسمع منهم الكلام اللي بيحفزني، الكلام اللي بيشجعني، الكلام اللي بيخليني اصلا مش محتاجة حاجة من برّه. أنتم فاهمين إزاي؟ يعني إيه مش محتاجة حاجة من برّه؟ مش محتاجة إن أنا أتكلم مع حد غير معاكم. كنت زي ما قُلت لكم اللي أنا بامنتج لكم الفيديو، كنت بنطلع من مونتاج الفيديو إن أنا زي ما تكون الطاقة وكل الكلام اللي جوايا مكتوم وعايزة نتكلم فيه مع حد، أنا اتكلمت معاه فيكم. فالحمد لله. وكل بقى الناس الجمال اللطاف اللي بيقولوا قناة ومش قناة وبتصور ومش بتصور، طبعًا يعني إيه، هي آراء. وعقلي غير عقلِك وتفكيرِك غير تفكيري، فاهميني يا بنات؟ وبعقلِك أنتِ وبطريقتِك أنتِ تعرفي تعملي كل حاجة ما ترضيش. يعني أنا هاقول لكم برضه آخر كلمة هاقولها، ما تحاوليش ترضي كل اللي حواليكِ، فكّري في نفسِك، فكّري في رضا ربنا الأول. ونفسيتِك لمّا تبقى راضية ومرتاحة ومتأكدة إن أنتِ مش بتعملي حاجة غلط، سيبي كل أي حاجة جنب منِّك تقول، تعيد، تزيد، تبقي. ما تشغليش نفسِك بحياة حد تاني، اشغلي نفسِك بحياتِك، اشغلي نفسِك اللي أنتِ عايزة تعمليه لولادِك، اشغلي نفسِك اللي أنتِ عايزة تطوريه لولادِك. وربنا يعيننا كلنا والله يا بنات، يعني الحمد لله ربنا يعيننا بجد الفترات ديّة. كل الناس يعني ربنا يعينها على كل الحاجات اللي بتحصل جنب منا، وأسعار ودنيا يعني بتتضاعف. يعني إحنا كنا مستحملين الأسعار في المدى اللي فات ده، لأ ده بتتضاعف يا بنات، كل حاجة في الرفع، كل حاجة في الزيادة. فالحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. كل اللي إحنا نتمناه من ربنا زي ما قُلت لكم إن ربنا يسترنا، وإن ربنا يحفظنا، وإن ربنا يرحمنا، وإن ربنا يبارك لنا حتى في القليل. حتى لو هو قليل والبركة نزلت فيه، تأكدي إن هو ده الكنز الكافي، إن ربنا هيعوضك بيه وهيزيدك فيه. والحمد لله يا بنات اللي أنا منتجت لكم الفيديو النهارده وقدرت إن أنا أتكلم معاكم. أنا منتجت الفيديو ده على 3 مراحل. مرحلة الصبح أول ما صحيت من النوم لقيت الولاد صحيوا وقعدت بقى عملت فطار وخلصت كل اللي ورايا. جيت على الظهر والله ما باكذب عليكم، جيت على الظهر برضه منتجه وأنا في أوضة النوم بتاعتي كده، شغلت المروحة بقى من الحر نار
لقيتهم برضه داخلين. جيت دلوقتي المنتج قُمت بقى دخّلتهم ناموا بالليل خلاص، يعني فيديو 10 دقايق عشان تعرفوا بس إحنا لينا الجنة، أمهات دي لها الجنة. دخّلتهم ناموا وقُلت خلاص نمنتج الفيديو دلوقتي بقى عشان خاطر بإذن الله يلحق ينزل الصبح، عشان خاطر برضه النت ونطمن عليكم وتطمنوا عليَّ. جينا للنهاية، يا رب النهارده الفيديو ما يكونش طوّل عليكِ، ونكون إن شاء الله بإذن الله نشوفكم كلكم في المونتاج أو نشوفكم كلكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.